والله العظيم من كل قلبي مبروك لكل زملكاوي، تستحقوا. خلي بقى الشناوي يشيل، لسه في حاجه عايز ادافع عنه؟ يلا والله مبروك من قلبي، من كل قلبي لكل زملكاوي، الف مبروك يا برنس. وفي حاجه عايز افهمها، لعيبه الاهلي كل ما كوره بتجيبها ايه اللي بيعملوه ده يعني؟ يعني مش فاهم، انت كسبت عشان تحتفل، بتعمل ايه يعني؟ مبروك يا عم لكل الزملكاويه، اقسم بالله تستحق. انا كنت قلقان من حاجتين، مش الشناوي ان اللعيبه تبقى نازله مطمنه زياده على اللزوم، وده اللي حصل. يلا قدر الله ما شاء فعل، مبروك يا رجاله. باركت انا لجمهور نادي الزمالك وبتاع، والف مبروك الكلام ده. بس دلوقتي في حاجه، هما بيقول لك احنا الاكثر شعبيه. دلوقتي انا ماشي على كورنيش اسكندريه، انا مش لاقي واحد بيحتفل، واخد بالك؟ فانتوا كتير فين؟ كتير في البيت ولا كتار فين؟ احنا مش لاقيين حد يعني، حتى عايز اي حد ابارك له مش لاقي، واخد بالك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بقولها من قلبي، مبروك جمهور نادي الزمالك، لان الناس دي بكميه المشاكل اللي بيمروا بيها، بالازمات، ما عرفوش يجيبوا صفقات عدله، حتى صفقاتهم اللي كانوا جابوها انا واحد من الناس كنت بحفل عليها. فوسط كل ده، والنادي الاهلي عكس تماما، احسن سكواد، احسن لعيبه في مصر، واخد بالك؟ واخد كل بطولات الموسم، معاك مدرب كويس، اداره مش بخلانه اللعيبه باي حاجه، وتتغلب الزمالك ونادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي مستحمل كتير قوي قوي قوي، دول يستحقوا بجد الواحد يقول لهم الف مليون مبروك، لان الناس دي استحملت كتير قوي وسط كل المشاكل دي والازمات دي، ان هم بياخدوا بطوله زي دي. برضه النادي الاهلي مش معنى النهارده اتغلب معنى كده ان النادي الاهلي وحش، لكن انت النهارده مش في حالي، ده نادي الزمالك كسب، يعني مبروك الليمونات. نادي الزمالك عمل ليمونات. وهو عشان اللي مش فاهم يعني، ممكن الناس تبقى مش عارفه الفيديو، ان ايه اللي بيبقى كسبان، اللي بيبقى مغلوب وبعدين بيكسب، واخد بالك؟ ده اللي بياخد الليمونات، ان هو معناه يعني كان مغلوب وكسب في الاخر. عمر ربيع بتعمل كده وتروح تنام، روح نام يا حزين يا حبيب قلبي.